المصري في اول اللحظات. الفريق المصري عنده خبرة، قال لا نخشى الجمهور. صحيح وكأننا نلعب في الجزائر العاصمة، لكن سنسعى لتحقيق الانتصار اللي يريحنا من مباراة الكاميرون الحاسمة والأخيرة. إذا 30 ثانية في زمن الشوط الأول. يخرج كرة تماس. نتصور أن المباراة ستكون هجومية خاصة من الجانب المصري، لأنه تعادل قد يساعد الفريق الجزائري. وكرة خطيرة وأحمد حسن وفرصة أولى. فرصة أولى من نجم بيشيكتاش في تركيا. المنتخب المصري يطلق للأميز. محاولة جزائرية، مراوغة ممتازة، مرور جيد من كريم الزياني، يلعبها الناصر بوتابوت، يزيدي يزيد في الكرة ويلعب لمسة بالماضي، وبالماضي تو الكرة بعيدة، يخرج نادر السيد. نادر السيد حارس الاتحاد السكندري. لا، خطيرة جدا الفريق الجزائري، خطيرة بالماضي يحاول انطلاق، والتغطية كانت جيدة. محاولة وفرصة خطيرة للفريق المصري. التابع يسدد كرة أرضية، يتلقاها ميدو، يدور بالكرة، يلعب لطارق السعيد، كرة ممتازة ما فيش اوفسايد، لكن ينقذها الدفاع الجزائري. إذا بالماضي جمال بالماضي يلعب كرة مباغتة، الزياني مراوغة أولى ممتازة، مرور ثاني بالماضي، لكن يرفع الكرة، يرفع ويربح ركنية. أول ركنية للمنتخب الجزائري. الركنية الجزائرية من تنفيذ جمال بالماضي. جمال بالماضي يلعب الركنية على القائم الثاني بالراس، والهدف الأول. والهدف الأول للفريق الجزائري 1-0. ناصر أو رقم 19 معمر ماموني يضرب الكرة بالراس على كرة ثابتة ويغالط الحارس نادر السيد. إذا 1-0 للفريق الجزائري اللي يعمل بداية قوية جدا. 1-0 للمنتخب العربي الجزائري. هدف من رقم 19 المدافع معمر ماموني. الركنية ضد الكاميرون كانت من تنفيذ بالماضي، ومدافع آخر زافور جاب الهدف. اليوم تقريبا نفس السيناريو، التوزيع من بالماضي وهدف من معمر ماموني. إذا ماموني يفتح باب التسجيل الخضر. 1-0، هدف في وقت مبكر يعطي الإمكانية للجزائر للتدعيم. الساقة يلعب كرة طويلة، البحث عن ميدو، يمر أحمد حسام نجم أولمبيك مارسيليا، يمر مرة أولى، الدفاع عليه ضغط مضاعف طبعا، ميدو معروف، وكرة مصرية في ال1-2 طويلة، تمشي طويلة. المنتخب المصري للضغط، ترجع الكرة من هاني سعيد طويلة، ميدو يحاول، ميدو هيا بالراس بلال ويخرج قواوي، يخرج والناس في كرة مصرية خطيرة. ممكن هذه أول فرصة، وبأسلوب عدم فقدان الكرة يلعب كرة طويلة من التماس. طارق السعيد يوزع كرة خطيرة بالراس، فرصة لمصر، أحمد حسن وضاعت، ضيعها أحمد حسن في موقع مناسب جدا. أكيد هذه هي الكرة الأخطر والفرصة الأفضل التي تتاح لمنتخب المصري. فرصة كبيرة، شوف هربت على كل اللاعبين، ضاعت على ميدو، بعدت على 10. أحمد بلال وأحمد حسن في مكان مناسب، كاد يتعادل لمنتخب مصر. يكونوا سوبر ولم يعودوا سوبر كالعادة، فنقول بالفعل الفريق الجزائري في سنتين في التصفيات ممكن يحقق هدفه ويصل 20 سنة بعد إن شاء الله. مصر والكاميرون على فكرة ترشيحات كبيرة خاصة من الأفارقة والأوروبيين أنه مصر تكون في النهائي في هذه البطولة. مصر والكاميرون على اساس يقول لك ممكن المنتخب التونسي يلتقي الكاميرون في السيمي فاينل. طارق السيد، الفريق المصري بدا يضغط وسهل له مأمورية وعودة الجزائر للدفاع. الهدف جاء مبكر، الهدف فرق طويل مع النجاحات. الان الفريق المصري تخلص من رهبة البداية، وهدف ماموني يخليه يلعب الهجوم، وكرة ممتازة لكن بعيدة. طارق السيد يسدد، وكرة عالية من طارق السيد، كرة لأحمد فتحي، مريناهش كثير أحمد فتحي، وماموني يفتك له الكرة، وخطيرة في الجناح، ما فماش شكون يتقدم، ما فماش شكون يقابل ماموني، وماموني يتقدم ويلعب عرضية، وركنية في النصف. ال1-2 ما تتمش، ياخذها طارق السيد يلعب كرة طويلة لبلال، خطيرة جدا بلال، والتعادل المصري من أحمد بلال يعدلها. قلت الهدف الجزائري في البداية سيعطينا الفرصة والإمكانية لنشاهد مباراة قوية وكبيرة. إذا التعادل من المنتخب المصري، كانت كرة عرضية ممتازة جدا على القائم الثاني، يهرب أحمد بلال ويتعادل لمنتخب مصر. مباراة كبيرة، مباراة مثيرة، ممكن نشوفوها 3-3 4-3 3-2 من غير تحديد أسماء لمن سيفوز، وان شاء الله الفريقين يفوزوا ويمروا للدور الثاني. هذا هو الرئيسي. احمد بلال من اول لمسه، من اول فلته، من اول هربه، الدفاع الجزائري يعمل هفوه في تمركزه. بلال القناص يقتنص التعادل في الوقت المطلوب للمنتخب المصري. اذا هدف لهدف، الفرحه الان انتقلت
الجانب المصري. هذه هي الجماهير المصريه اللي تشجع في فريقها، بينما كره خطيره بوت الحكم يقول ما فيها شيء. مباراة مثيرة جدا، اللي كان يتصور انها مباراة تكتيكية وحذرة ومباراة اعصاب ويعني وضرب وركل، لا، كانت رائعة لحد الان. وحسن يريد الهدف الثاني. احمد حسن يسدد، واسماء عشقناها كعرب بمختلف الانتماءات والميولات. انتبه هذا الهجوم وميدو خطيرة، فرصة والهدف. لا، اي حظ في كرة ميدو. قاواوي بالحظ وبالقايم يمنع الفريق المصري من التقدم، وميدو كان قريب من هذا الشباك الجزائرية. شوف ميدو دوب ما يلمسها بالراس، تمشي الكرة في الطريق. قاواوي 2-1. لا، القائم يقول انا معك يا الوناس. القائم الايمن لملعب سوسة الاولمبي يؤنس الوناس قواوي في هدف اكيد. رابح ماجر العربي الوحيد اللي كسب الشامبيونز ليج، مش كسبها وهو في دكة الاحتياط هو بين الجماهير. يرجع بالكرة احمد فتحي، لم نراه فتحي اليوم، وكرة ممتازة. ميدو خطير، والفريق المصري اخطر الان. بلال لميدو، وميدو هي كرة وتسديدة وركنية الفريق بكرة من بلال. يمشي طارق السعيد في التنفيذ، وكرة طويلة بالراس من احمد حسن وتمشي ضربة مرمى. شيش يعني يغضب منا عشاق اليوسما او المولودية. بينما كرة مصرية وحسن يهرب، واحمد حسن وقواوي. خلاص المباراة الان صارت في اتجاه مصري واضح، لا يحتاج الى تعليق ولا تحليل ولا استنتاج. مصرية، احمد حسن يمررها، طارق السيد يستقبلها ثم ينطلق ويطلق مصر للهجوم. طارق السيد يسدد كرة قريبة جدا، خطيرة من الفريق المصري في موقع سانح للفريق المصري. ميدو يترك الكرة و10 ينفذ، والهدف الثاني. لا، كرة في الشبكة من الخلف، الكرة كانت اوت. كرة خطيرة جدا من احمد بلال. شوف الكرة كانت قريبة جدا من بلال. هذه قوة. لافلان كان فريق ممتاز جدا فيه عبد العزيز بن تيفور، رشيد المخلوفي احسن لاعب في فرنسا 4 مرات، لاعب سانت إتيان. بينما ناقف مع الهجمه المصريه يمر بلال، كره خطيره. بلال قبل خروج الكره يوقفها، يعمل مراوغه، يرفع الكره عرضيه خطيره، والدفاع يتدخل او الجزائري يتدخل. ترجع للهجوم من ميدو في كره مرفوعه لاحمد حسن، خطيره جدا. احمد حسن ويتدخل قواوي، وناس قواوي. 1-2 ما تمش. ترجع كره من ثامر عبد الحميد يلعب كره لطارق السعيد. طارق السعيد يتقدم ثم يوزع، ما فيش اوفسايد. احمد حسن وبلال، وكره تضيع. مش ممكن الفرصه الاخيره، مش ممكن. بنك مصر الكل قام. هدف اكيد يضيع. هذا عماد النحاس، هدف يضيع من احمد حسن في الوقت القاتل من الشوط الاول. هدف اكيد يضيع، هدف اكيد. شوف طارق السعيد يلعب كرة طويلة، ما فيش اوفسايد، يهرب احمد حسن، يعني سوء تفاهم مع بلال، يلقى الكرة ويسدد، والكرة اوت على يمين قواوي. فرصة كبيرة للمنتخب المصري اللي خلق 5-6 فرص. 45 دقيقة، ماذا سيضيف الحكم آلان هامر؟ كرة من جمال بالماضي يحاول انطلاق، كرة خطيرة. عبد الملك شراد كان ممكن يتقدم للأمام، تقدم للوراء. ينطلق الشوط الثاني في مباراة القمة، قمة مرتقبة، وكانت كذلك في مستوى تطلعاتنا وأمانة وترقباتنا من 96 ساعة. زياني يلعب الكرة في الوسط الطويلة من سليم عريبي ممتاز. ال1-2 يمشي بالماضي، جمال بالماضي وقف كورته ينتظر المساندة، يرجع للخلف وللوراء. زياني بالماضي ال1-2 خطيرة وصعبة. هجمة جزائرية والراسية المصرية تنقذ الموقف من عبد على الإمكانية الثانية عبر التماس للمنتخب المصري. الفراعنة في الهجوم، وفتحي نشوفه في أحلى لحظة ممكن. فتحي يوزع والدفاع يتألق. الدفاع الجزائري فسخ كورة أحمد فتحي الطبيعي لمسارها الاعتيادي في كورة إفريقيا والعرب. ميدو ينطلق مرة أخرى. الفريق المصري عنده الأفضلية في بداية الشوط الثاني، وميدو يلعبها ذكية، حاول يلعبها لفة في الزاوية البعيدة. الارتداد الدفاعي من وسط مصر. أحمد حسن 10 دقائق في الشوط الثاني. أحمد حسن يمر مرة أولى، صاحب التسديدات القوية، يلعب كرة خطيرة. بلال يسدد، قواوي في الركنية. فرصة كبيرة للفريق المصري، عنده الأفضلية على مستوى خلق الفرص وعلى مستوى الوصول المتواصل والمستمر لمرمى الخضر، لكن قواوي يواصل أيضا رحلة امتيازه في هذه المباراة.
رقم 22 في التشكيلة الجزائرية يستعد الدخول من تنفيذ أحمد حسن المحترف في بشكتاش. يلعب كرة بالراس مرت عالية ومن غير مشكل على حسين عشيو لاعب فريق لويسما اتحاد الجزائر، فريق اتحاد العاصمة، بطل الجزائر في آخر 3 مواسم، تأهل ضد الزيمبابوي. كرة ممتازة من حسين عيشو لاعب مهاري، يلعب كرة طويلة من معمر ماموني ويخرج نادر السيد، يخرج نادر السيد يميد يلعبها لطارق السعيد يطولها في الجناح. كرة ممتازة واختيرة في نفس الوقت، يهرب الفريق المصري من طارق السيد اليساري في التوزيع والراسية كانت من الدفاع الجزائري، ينقذها الدفاع الجزائري للفريق المصري لكن من غير تسييم. على الاقل على مستوى الساعة لعب دقيقة 15 الان من زمن الشوط الثاني. في إصابة أحمد حسن ومعمر ماموني، والبطاقة الصفراء لهداف الفريق الجزائري معمر ماموني، والانذار الثاني كارت أحمر، كارت أحمر لمعمر ماموني. إذا هذه لقطة قد تشكل منعرج المباراة. إقصاء معمر ماموني. إذا وضعية جديدة في المباراة ما تمش، يمكن رابح سعداني يغير على كنا ننتظر. وهذا معمر ماموني قريب من باب حجرات الملابس يتابع المباراة للمنتخب الجزائري. في وسط الملعب يمسكها أحمد حسن، أحمد حسن لأحمد بلال، أحمد بلال يحاول انطلاق والدفاع من الناحية الفنية. طبعا الآن الخوف من الخسارة، الهاجس، هاجس الهزيمة يسيطر على أذهان اللاعبين ويكبل أقدامهم بالتالي. حتى في اعلى مستوى لما نشوفوا كاس العالم او النهايات الالعاب الاولمبيه ما نشوفوش كره كبيره في اللقاءات عليه، لكن تبقى مع زميله احمد حسن. حسن يلعب مع بلال، شوف ما فيش عمق دفاعي، احمد بلال والحكم ماذا يقول؟ يقول انذار، انذار للتمويه، يقول انذار للتمويه، انذار للتمويه يعتبرها الحكم آلان هامر. اذا انذار احمد بلال يرى فيها شيء ثاني. نشوفوا اللقطه الاخيره، هذه الانطلاقه من احمد بلال، ينطلق والمحاولة أمامكم، والأكيد أنه صافرة الحكم ستعود بالتركيز على هذه الكرة. الفريق المصري هدفه واضح، ينتصر ويخلصها ويخلص أنصاره وجماهيره ومواطنيه من أعصاب المباراة الأخيرة الصعبة أمام الكاميرون. بينما الفريق الجزائري يلعب بأمل التعادل. للتنفيذ بشير التابعي، بشير التابعي يلعب كرة طويلة بالراس ترجع للدفاع للفريق المصري لكن بعيدة. محاولة عالية من الفريق المصري من ثامر عبد الحميد. لاعب الاسماعيلي السابق احمد حسن يخلي مكانه لزميله محمد بركات. انتصار اكثر من التعادل، وثامر عبد الحميد يفكر في التوزيع والراسية. قواوي كانت ضعيفة، كانت ضعيفة المحاولة. يزيدي منصور، يزيدي يلعب الكرة في النصف مرة ثانية. حسين عيشو يلعبها لثلاثة، مولاي حدو، حدو يمر يلعب كرة على القائم الثاني خطيرة وما تمرش. موجود بشير فتحي، احمد فتحي يطول الكرة، بركات يمشي محمد بركات، بركات يحاول الانطلاق يوقف كورته يلعبها لفتحي خطيرة والراس وكرة تمشي لقواوي. ممكن اول فرصة حقيقية للتهديف في زمن الشوط الثاني من النخبة المصرية. بلال يقتنصها بالراس ويذكرني بهدف الكاميرون الاول من باتريك مبوما امام ترويض الكرة الكنترول ثم يخرجها من المناطق الجزائرية لتعود مصرية بقدم الخطير بركات. بركات يهرب، بركات يهرب، ينجح في التوزيع على القائم الاول والقدم اليساري طارق السعيد. السعيد يوزع القائم الثاني. على فكرة ميدو لم نراه في الجزء الثاني من هذا الشوط، قادر ان هو تكتيكي. وكرة خطيرة، فرصة لبركات، التوزيع والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل من رقم 6. واقف المصريين والجزائريين، وكرة مصرية يمشي في التوزيع، كرة على القائم الثاني ويخرج قواوي. ترجع مرة أخرى مصرية، يطولها الفريق المصري في بحث متواصل عن ميدو. ميدو يعمل الكنترول، ميدو يحاول يدخل 18، ميدو على اليسار، ميدو يهرب، هي كرة خطيرة خطيرة، التسديدة والتوزيع. طارق السيد يفتح عرضية، هذه خشرة يستقبلها، يوزع القائم الثاني بالراس، لا ضاعت على المدافعين والمهاجمين، ضاعت الكرة مرة ثانية بالراس والدفاع يتصدى. ضغط واضح من الفريق المصري وتسديدة أخيرة فتحي مرة أولى، بركات مرة ثانية.
مستوى طيب الحقيقه من الفريق المصري. الفريق الجزائري صامت في الدفاع، وعبد الحميد يوزع ميدو بالراس، وكره قريبه جدا، كره قريبه جدا من ميدو. دقيقه 80 كادت تعطي المنعرج الحاسم المباراه. هو لعبة الكراسي الموسيقية، لعبة المدربين متواصلة. 20 ب 15، التغيير الثالث للفريق الجزائري محسن صالح. لكن حازم امام اذا اموره طيبة من الناحية الطبية، يعني ما فيش اصابة، حازم امام يدخل قبل الوقت هذا، يعني 7 دقائق. الهجومية وطويلة من فتحي، ميدو يضربها بالراس، بركات وخطيرة جدا، فرصة كبيرة ضاعت على بركات، لم يتمكن من التسديد، والفريق الجزائري ينقذ الموقف ويبقى في البطولة بفضل هذا اللاعب 3 حد مولاي، ويمنع وينقذ الفريق الجزائري. هدف في هذا الوقت، خلاص كل شيء انتهى. ما زال الضغط المصري وطويلة من ميدو، ما فيش اوفسايد، الحكم يقول العب. الفريق المصري يلعب بروح كبيره في الدقائق الاخيره، يحب يكسب من حقه، ويحب يبعد على مفاجاه اللقاء الاخير وصعوبته امام العملاق الكاميروني. يمشي حازم امام يوزع والدفاع يتالق. برافو آلن هامر من لوكسمبورغ، يلعبها هذه خشبه، تمشي الكوره حازم امام او لا، هذا اللاعب طارق السيد، خطيره والتوزيع على القائم الثاني، فرصه لفتحي والدفاع يتدخل، يضغط الفريق المصري، لكن الفريق الجزائري ب10 لاعبين ما زال يؤدي بروح كبيره جدا. بركات يلعب الكره ل8، ثامر عبد الحميد يوزع القائم الاول يدخل الدفاع في وسط الدفاع اليوم اللي ياكد لقاء زيمبابوي صراحه مهما كانت النتيجه سيلعب دور كبير في هذه البطوله. ممكن من الفرق اللي اقنعت في هذه البطوله في الايام الاولى مع المنتخب المغربي خاصه، والهجوم معاكس الان خطيره، لانه 2 ضد 2، الان 2 ضد 2، يمشي حسين عيشو يدخل حسين عيشو، خطيره جدا والهدف الثاني للفريق الجزائري، كونتر اتاك، يدخل حسين عيشو في وسط المناطق المصريه، ما فيش ولا تغطيه، والهدف الثاني من حسين عيشو. 2-1 للفريق الجزائري. الفريق الجزائري يمر بهدف ثاني عن طريق لاعب حسين عيشو رقم 22 بالفعل. قلت لاعب مهاري، شوف يهرب من هاني سعيد، يدخل 18، ما فيش متابعه، ويضرب الكره على يسار الحارس نادر السيد اللي يوقع على ثاني الاهداف الجزائريه. 2-1 في وقت حساس، في وقت قاتل. الفريق المصري كان قريب من تسجيل هدفه الثاني، لكن من مرتده انساد دفاع، وممكن لم يقتنع بالنقطه، جازف المدرب محسن صالح، والفريق الجزائري في وقت قاتل جدا يجيب هدفه الثاني. اذا تتغير المباراه الان، هدف حاسم جدا عن طريق لاعبه حسين عيشو، هذا هو الهدف. اذا هذا هو الهدف من حسين عيشو، يهرب من جناح، شوف بين لاعبين، قلت اختيره لان كانت 2 ضد 2، حسين يتحمل مسؤوليه، يدخل وحده ويجيب الهدف الثاني. 2-1 للفريق الجزائري في كاس افريقيا خارج بلادهم، هذا رقم قياسي تاريخي في الكان، وكره خطيره، بلال كاد يتعادل، الفريق المصري كاد يتعادل، المباراه تشتعل، وصلت دقيقه 89، الفريق المصري يبحث عن التعادل المأمول في هذه الدقائق، محاوله للانطلاق، ترجع جزائريه، يمسك الكره مره اخرى منصوري، والكونتر اتاك ما يتمش، الجزائري يربحها ويمشي لكونتر اتاك عن طريق عبد الملك شراد في الدقيقة الأخيرة. شراد يحب يربح الكرة والوقت، وبشير التابعي يتدخل بثبات، ترجع الكرة من التابعي، يلعب الكرة لطارق السيد في التوزيع، ميدو في الاستقبال، يهرب ميدو، خطيرة من ميدو، والكرة تخرج ركنية للمنتخب المصري. معريبي، ميدو يحاول يلعب كرة لبركات، بركات يلعب كرة، هذه خشبة يمس الكرة لرقم 8 تامر عبد الحميد، يمشي تسديدة من بلال، ومرة أخرى قواوي، وماذا سيفعل أولاد الفراعنة؟ جر في طريق الانتصار على مصر، ممكن تخسر العبور ضد الزيمبابوي، لكن هذه الكرة لابد من الحذر وعدم الغرور.